الوفد المرافق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بكم اليوم في هذا الاحتفال البهيج الذي نخلده بمناسبة تأسيس الذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. نحتفل وإياكم بهذه المناسبة ونحن فخورين بما حققه رجال ونساء المندوبية العامة من رقي وازدهار. بن بويش عبد النبي، مراقب عام للسجون، مدير السجن المحلي عين البرجة. اليوم كيف ما تتشوفوا مؤسسة السجن المحلي عين البرجة تحتفي بالموظفين ديالها بمعية الشركاء، الشيء اللي تأكد نجاح المندوبية العامة في مقاربتها التشاركية وانفتاحها على المجتمع بمختلف الأطياف ديالو. فكما تشوفوا اليوم الحضور وازن للضيوف، على رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على مقاطعة فداء مر السلطان، كذلك الحضور المتميز لجميع المصالح الداخلية والخارجية للعمالة، وكذا السلطات القضائية، رئاسة ونيابة عامة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفعالية المجتمع المدني، كذلك الحضور المتميز لوسائل الإعلام الذين نتقدم لهم بالشكر الجزير. هذا خير دليل على نجاح المندوبية العامة في مقاربتها التشاركية. اليوم كذلك هو فرصة للتعبير للموظفين المندوبية العامة على بكثير من الامتنان والعرفان على المجهودات التي يبذلونها داخل المؤسسة. هذه الثقافة ديال العرفان اللي اعتدناها في المندوبية ديالنا، أنها دأبت كل سنة الاحتفاء بالموظف المتميز والموظفة المتميزة، وكذلك بالموظفين المحالين على التقاعد. هذا تأكد على النجاعة ديال التدبير ديال الشأن السجني من طرف المندوبية العامة، التي تمثل بالأساس في تثمين رأس مالها البشري من أجل أن يتوفق في إنجاز الاستراتيجيات المنوطة للمندوبية العامة. الاستراتيجية فقد عملت على تعزيزه بكفاءات نوعية همت الخصاص الحاصل في مجموعة من المراكز، كما عملت على تبني سياسة ترتكز على مخطط تكويني شامل يهم جميع فئات الموظفين، وذلك من أجل تزويد كل فئة بالمعارف والمهارات والقدرات السلوكية المطلوبة. أود أن أشكر جميع الموظفين، إخواني وأخواتي الموظفين الذين وضعوا ثقتهم في بجعلني الموظف المميز لسنة 2023، وهذا تحفيز لمزيد من الجهد والعطاء والبذل في سبيل تطوير هذه المؤسسة والقطاع برمته. وكذلك أود أن أشكر جميع الموظفين المتميزين في جميع المؤسسات السجنية، وشكرا.
سناء سفيان، طبيبة جراحة الأسنان خارج درجة السجن المحلي البرجة. بهذه المناسبة كنشكر السيد المندوب العام لإدارة السجون إعادة الإدماج، كنشكر السيد مدير السجن المحلي عين برجة على هذه البادرة وهذا التشريف، وكنشكر جميع الموظفين والموظفات اللي صوتوا عليا وثقوا فيا. وأنا جد سعيدة لأن تم اختياري بين الموظفات المتميزات لهذه السنة، وأتمنى أن أظل دائما جديرة بهذا التقدير والتميز، وشكرا. هذا التكريم يعني في حد ذاته تكليف، مش يعني تكوني من الافضل من الحسن الى الاحسن. طبيعة الحال. شو تقولي لنا على هذه النقطة؟ هذا هو تكليف قبل ما يكون تشريف، لأن هو حافز كتحفزنا به المندوبية العامة بعد 20 سنة ديال الخدمة في القطاع الصحي. وأنا جد فخورة وسعيدة بهذا التكريم، وكنتمنى مزيد نكون ديما على هوتور دو سو ميريت. جو فو ريميرسي. التالي سنة 2023 لفتح هذا الظرف ودعوة الموظفة الفائزة. دكتورة سناء سفيان. دكتورة سناء سفيان للمعلومة هي طبيبة جراحة للأسنان، اشتغلت بالقطاع لها 20 سنة. فليتفضل السيد نائب وكيل الملك من أجل تسليمه. هذا بالنسبة لي أنايا، هذا تتويج على ما كان يقوم به الموظف طيلة الفترة المهنية ديالو. وهذه المسألة أنها كتجي في الآخر ديال المسار المهني ديال الموظف كتتويج ولا كتعبير ضمني على ما قدمه هذا الموظف للمندوبية العامة لإدارة السجون بشكل عام والإدارة المحلية ديالو بشكل خاص. وأنا من بين هاد الموظفين اللي قدموا الخير الكثير لهذه المؤسسة، فهمتي. وتا المؤسسة هي ما بخلتش علينا بانها زعما، وديما كانت ما كتبخلش المؤسسه. الاحساس ديالك دابا لحد الان وانت الاحساس ديالي انا وسام، لكن انا جد مسرور على هذا الاعتراف اللي اعترفت به المؤسسه، وهذا الوسام التطاني ديال سيدنا نصره الله، فهمتي. انا جد مسرور على هذا، وكنتمنى ان جميع الموظفين الاصدقاء ديالي كلهم يمروا من هذا الباب اللي مريت منه انا، فهمتي. لان ملي كدير معك الاداره بحال هكا راه كتخرج ناشط، كتقول ان فعلا هذه الاداره راه كانت معترفه بيا وزادت اعترفت بيا.